ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. شايفك دلوقتي وانت قاعد بتفكر في السؤال ده شاغل بالك. ازاي في حد جذاب كده وعنده كاريزما وبتقعد تفكر طول اليوم؟ هما ازاي كده؟ واكيد بتشوف الناس دي سواء في الجامعة، في المدرسة، في الشغل، على السوشيال ميديا. علماء كتير اتكلموا عن الموضوع ده، ازاي في حد يكون جذاب وعنده كاريزما زي بامبس ونابليون هيل. الناس كانت فاكرة ان الموضوع موهبة، لكن اتضح ان هو علم كامل بيتدرس. العلماء فعلا فضلوا يدرسوه لمدة طويلة. الموضوع اتضح ان هو مهارة وممكن تتدرب عليها كمان. كلنا نفسنا نخش اي مكان الناس تشاور علينا وتنجذب لينا وتحبنا وتيجي تتكلم معانا. مين ما نفسوش يكون شخص جذاب ومحبوب؟ وانا كنت عملت قبل كده فيديو اسمه ازاي تكون شخص جذاب في اي مكان. تقدر تروح تشوفه وبعد كده ترجع تكمل الفيديو ده. دلوقتي هقولك على اكتر 5 شخصيات جذابة انت تقدر تكون اي شخصية منهم. واول شخصية معانا هي الشخصية الصريحة او الشخصية الصادقة. كلنا عندنا احتياج للصراحة. بنحب كده ان احنا نكون صراحة واللي قدامنا يكون صريح، ما يقعدش يلف ويدور او يكذب علينا. الشخص بيستعملها كتركاية علشان خاطر يشد الناس اللي قدامه، حتى لو عارف انها هتضره. لما يقول مثلا عن عيوب موجودة جواه، عارف ان الموضوع ده ممكن يضره، بس في نفس الوقت عارف ان الناس هتتشد ليه بسبب صراحته وصدقه. يعني انا هقولك على حاجات جوايا ما ينفعش ان انا اقولها عن نفسي، بس عارف من جوايا ان الحاجات دي هتشدك وهتخليني شخص جذاب وهتخليك مرتاح ليا. انا هقولك على اخطائي والماضي بتاعي وانت اكيد هتتشد ليا. عندك مثلا باراك اوباما كان صريح في كل حاجة بيقولها، ودايما كان بيستخدم لغة جسم منفتحة. دايما بتلاقيه فاتح ايده وبيقعد يتكلم عن كل الوقائع اللي حصلت بكل صدق. تاني شخصية معانا هي الشخصية الواثقة في نفسها. وانا اتكلمت قبل كده في فيديو ازاي تكون واثق في نفسك. اتكلمت عن الثقة بالنفس وازاي الواحد يكون واثق في نفسه. بس في مشكلة، اللي هو دايما بيبقى واثق من قراراته، واثق من افعاله، واثق من رأيه، واثق من كل حاجة هو بيعملها. فمش سهل اي حد يقنعه بعكس الحاجة اللي هو بيعملها. مثال على حد عنده ثقة بالنفس عالية: الرئيس انور السادات. تالت شخصية معانا وهو الشخصية المتعاطفة، اللي دايما بيتعاطف مع اللي قدامه. التعاطف هنا مش مجرد ان انا هديك حل، لا لا لا، ده انا هكون حاسس بيك، هحسسك قد ايه مشكلتك دي متعبة، قد ايه المشكلة بتاعتك بتحسسك بألم، قد ايه ان انا مريت بمشكلتك قبل كده وعارف احساسها يعني ايه. عندك مثلا شخصية زي مذيعة التلفزيون المعروفة أوبرا وينفري. كانت بتعمل برنامج بتجيب الشخص يقعد يحكي عن مشكلته بكل صراحة وبكل وضوح، يفضفض ويطلع كل اللي جواه. مش مهم هي هتقدم له حل، مش مشكلة الناس هتعمل ايه، الناس هتقول ايه، لا، هو بس يحكي مشكلته وهي تبقى متعاطفة معاه، حاسة باللي هو بيمر بيه. الناس دايما بتحب اللي يسمعها ويفهمها كويس جدا ويحس باللي هي بتمر بيه. الشخصية الرابعة معانا وهو الشخصية الحركية، اللي عنده كده حماس، كده تلاقيه حد بيحب الحياة كده دايما. انت مثلا كنت بتشوف اي حد في المدرسة داخل عليك بيسلم عليك يقولك ازيك عامل ايه وازاي المذاكرة معاك، ده بيبقى شخص عادي. وفجأة بتلاقي حد تاني بقى بيقرب منك ويقول ازيكم يا جماعة عاملين ايه، ما تيجي نروح رحلة، ما تيجي نروح المطعم الفلاني او الكافيه الفلاني، ما تيجي نسيب المدرسة او الكلية. بتحس كده ان هو مليان حياة وطاقة كده وعنده شغف. الشخصية دي بتكون جذابة جدا، بس عيبها حاجة بقى، ان هي بتكون علاقاتها سطحية مع الكل. ما بيقربش من حد معين ويعمل معاه صداقة عميقة او علاقة عميقة معاه، لا، هو بيكون نمطه سطحي من الكل. ودايما بيحافظ على الموضوع ده وبيحب يعمله علشان تكون علاقته بالكل سطحية. وبيعمل دايما الموضوع ده برضو علشان يشد الناس ليه وبس، ما بيبقاش همه ان هو يعمل علاقات عميقة مع حد. وناخد مثال مثلا رامز جلال وول سميث، دايما بتلاقي عندهم حركة كده وإبداع. رامز جلال بيحب يعمل برامج مقالب وحاجات زي كده، فده سر الكاريزما بتاعتهم، عشان كده الناس بتتشد ليهم. من الآخر الشخصية دي بتحب تعمل شو خلاص أو عرض وخلاص، كأنها واقفة على مسرح بالظبط. خامس شخصية وهي الشخصية الكوميدية، اللي بتضحك، اللي دايما بتعمل حركات تضحك أو تقول كلام يضحك. بس فيها عيب خطير جدا جدا، إنها أحيانا بتبقى متنمرة، ممكن تتريق على موقف معين، مكان معين، أو حتى شخص معين كمان.
عيب الشخصية دي إنها بس بتبقى موجودة في مكان معينة، يعني الشخص بيبقى دمه خفيف ومضحك في حالات معينة بس مش على طول. كلنا بنحب الشخص اللي بيحسسنا بسعادة. سادس شخصية بقى، وهي الشخصية الشيك اللي دايما كده بيهتم بمظهره وبيعكس رفاهية كده، بيبقى ماشي بيشع رفاهية كده، زي مثلا أحمد عز وتوم كروز، دي حاجات معروفة. بس عيب الشخصية دي إنه بيبذل مجهود كبير جدا 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 علشان خاطر يخلي باله من مظهره، يعمل بقى عمليات فيلر، لازم يلعب رياضة، يصبغ شعره. وخلي بالك الشكل ممكن يتغير مع الوقت، ممكن نعجز، ممكن نتخن. اي حد داخل اي مكان بنلاقيه لابس لبس حلو كده، مش شرط يكون غالي، بس لبس لايق على بعضه، مسرح شعره ومظبطه، مظبط الدقن او حالقها، منضف سنانه ومخلي سنانه شكلها جميل، ريحته حلوة. احنا دايما بننجذب للشخص ده على طول، وعيننا بتحب انها تبص عليه دايما. في سؤال مهم هنا، هل اقدر اكون شخصية واحدة ولا اقدر اكون كذا شخصية مع بعض؟ عادي، انت ممكن تكون كذا شخصية مع بعض، ممكن تبقى شخص شيك وصادق وواثق في نفسك، ممكن تبقى شخص شيك وواثق في نفسك وفي نفس الوقت دمك خفيف وبتضحك الناس اللي حواليك. اهم حاجة تختار الشخصية اللي انت حاسس انها هتكون مناسبة ليك. اختار اي شخصية او كذا شخصية حاسس انهم هيكونوا مناسبين ليك، لكن ما تختارش مثلا الشخصية اللي بتضحك او الكوميدية وانت مثلا ما بتعرفش تهزر او مش دمك خفيف، صدقني النتيجة هتكون وحشة جدا جدا جدا. اهم حاجة انك تكون مؤمن من جواك انك انت جذاب، لان انا قلت قبل كده اي فكرة انت بتبقى شايفها جواك عن نفسك او اي قناعة موجودة عن نفسك انت مؤمن بيها كويس جدا جدا وحاسس بيها، الناس هتشوفها فيك. ليه؟ لان القناعة اللي جواك دي لما انت تكون مؤمن بيها انت هتتصرف على اساسها. لو انت شخص جذاب ومؤمن بكده من جواك الناس هتشوفك شخص جذاب. لو انت مثلا شخص صادق ومؤمن بكده الناس هتشوفك صادق. لو انت شايف انك انت شخص دمك خفيف الناس فعلا هتشوفك دمك خفيف. لو انت شخص شجاع الناس برضو هتشوفك ان انت شخص شجاع. كل الشخصيات اللي انا قلتها دي الخطوة الاولانية في انك انت تشد اي حد يجي يقعد يتكلم معاك. لو اي حد جه قعد معاك وقعد يتكلم معاك ولقاك ما عندكش اي مواضيع، مش مؤمن بحاجة معينة، ما عندكش افكار معينة، ما عندكش شغف واهداف في الحياة نفسك تحققها، او ما عندكش حياة بتحب تعمل حاجات معينة، تتفرج على حاجات معينة، تعمل حاجات معينة، نفسك مثلا تشتغل في مكان معين، لا الشخص مش هينجذب ليك. كل اللي انا قلته ده ينفع بس كبداية، حد يتشد يجي يقعد يتكلم معاك. وانا كنت قلت قبل كده انك انت لازم تكون عندك حياة علشان تديها لأي حد، لان دايما العلاقات كلها لازم تدي علشان اللي قدامك برضو يقدر يديك. لازم تقرأ عن مواضيع مختلفة، حاجات مفيدة، علشان تلاقي حاجات تقدر تتكلم فيها مع اللي قدامك. انا قلت انا عارف ان الموضوع ممكن يبقى متعب في الاول، بس مع الوقت هتتعود عليه وهيكون جميل جدا وهيبقى مفيد جدا ليك وللي قدامك كمان. زي مثلا انك انت لما ترمي نفسك في حمام سباحة ساقع، في الاول هتحس كده بانك انت اتنفضت وتعبان ونفسك تطلع تاني، بس مع الوقت جسمك هيتعود على درجة الحرارة. هي الحاجات المفيدة كده بالظبط. اه هتحس ان القراية في الاول مملة ومتعبة وبتاع، بس لما تلاقي نفسك عمال بتتطور وعقلك بيكبر اكتر وذكائك بيزيد اكتر، لا هتحب الموضوع وهتفضل تعمله باستمرار على طول وهيكون حاجة سهلة جدا بالنسبة لك. اي حاجة انت بتعملها عموما في حياتك، سواء رياضة، سواء تأمل، سواء قراية كتاب، او انك تشوف فيديو مثلا عن مواضيع مفيدة، انك تشوف فيلم وثائقي عن مواضيع مفيدة، كل ده بيبقى طعمه عامل زي الاكل الصحي. اه طعمه مش لذيذ زي مثلا الاكلات الغير صحية او الاكلات السريعة، بس فوائده او ان هو بيفيدك على المدى الطويل، بيفيدك بعد كده، تأثيره مش بيظهر غير بعد مدة طويلة. عكس الحاجات الغير مفيدة بتبقى عاملة بالظبط زي انك انت تاكل اكل سريع. الحاجات الغير مفيدة بقى زي انك تقعد تتكلم مع الناس في مواضيع ملهاش لازمة، تنم على حد، تقعد تشوف ريلز وتقلب كده على الانستجرام او التيك توك وخلاص. كل دي بتبقى حاجات طعمها عامل زي الاكل السريع. اه بيبقى طعمها لذيذ وجميل جدا، بس على المدى البعيد او بعد كده مش بتقدم لك اي حاجة مفيدة. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، السلام.